الصفرة ام غل. طبعا انا ايمان لو جت علاقتي ان انا وايمان هنزعل من بعض بسبب ردي ده عليكي، لان ايمان قايله لنا محدش يرد على اشكالكوا تاني نهائيا. بس بجد انتي واحده بغل يا صفرة، حقيره، انتي كدابه. ايمان ما هددتش باي حاجه تخصك. ايمان كانت في العمره وانتوا كنتوا عمالين تذبحوا فيها. الاول طبعا انتي عماله هاريه نفسك شغل امينه رزق وبتدعي علينا. يا رب كل دعوه بتدعيها على الادمن تتصب في قلبك وفي اللي بتحبيهم، تشوفيهم بتقطعوا قدامك كده وما تعرفي تلميهم. ماشي؟ تشوفي الغل بتاعك ده اللي انتي بتغليه على خلق الله ناطح على كل اللي عندك اللي بتحبيهم كلهم، وتتأذي في عرضك وفي عيالك وفي كل حاجة بتحبيها، تتأذي فيها كده وتطلعي كده تستنجدي بخلق الله ما تلاقي حد يغيتك يا بعيدة. عارفة ليه؟ لانك انتي صفرة وحقودة وبغل وكدابة قوي. انتي بتقولي ان ايمان هددتك، الناس كلها شافت اللايف يا كذابة يا ام غل، وانتي بترفعي السكرين لجوزك وقايله له ده هي داخله تعتذرلي. لا قلتي ان هي كانت بتهددك ولا نيله. انتي كدابه. ايمان كانت وقتها في العمره، لا هددتك ولا اي حاجه. ايمان الحوار بتاعك معاها، حوار مامتك ده معاها من 8 و 7 شهور، كم مره طلعتي عملتي فيها دور امينه رزق؟ إيه سبحان الله يا بت، انا ما بطيقكيش لله في لله. وعارفه ان الحرحر بتاعك ده، عارفه انتي تاني يوم الهدنه بتاعت ايمان كانت في واحده كاتبالك بوست وكانت بنت فرحانه كده بالهدنه، قمتي انتي داخله قايله لها ايه؟ البنت كاتبالك ده صلح، والمفروض ان الناس كلها فهمت ساعه اللايف ان ده صلح، داخله تعتذرلك. واحده داخله تعتذرلك يبقى صلح، وانتي قبلتي وقلتي كويس كفايه ان هي حست بيا وبوجعي. عايزه اقول لك بصي، كلنا برغم ان احنا كنا مبسوطين للحوار ده، بس انا سبحان الله عمري ما برتاح لك، ما برتاحش للناس اللي دمهم اصفر كده، اللي بحسهم صفر كده، لان الصفار اللي فيكوا ده مش يعني فاهمه، مش مريح. المهم ايه، كتبت لك واحده بوست عشان كل حاجه بتجيلنا اصلا، كتبت لك بوست وكتبت لك فيه ان هي مبسوطه ومش عارفه. قلت لها انا ما اتصالحتش وما سامحتش حد، دي هدنه. انا حتى ساعتها خدت البوست ده وعلمت عليه وقلت لهم ايه، تكير الايام الجايه هتبين اللي بيعملوا نفسهم كبارات وهم عايزين. انتوا عايزين تسيطروا على الفيس يا كلاب، يا كلاب عايزين تسيطروا على الفيس. انتي متي لما لقيتي ان الفانزا عندك كان مرحب جدا بالفكره دي. متي يا بنتي يا صفرة يا ام غل من جواكي كده لما لقيتي ايمان الناس بتحبها كتير، ولقيتي ناس بقت فرحانه، ولقيتي ايمان لما نزلت البوست عدى ال1000 وكومنت وشويه، واغلبهم ايه فرحانين بالهدنه، وكانوا يكتبوا احنا بنخاف نعلق عشان مش عارفه المشاكل، احنا جايين ده احنا فرحانين يا امان، احنا فرحانين يا امان ان انت خدتي الخطوه دي. يا بنتي يا ام غل، الصفحه اللي انت بتشهري بيها دي واللي انت بتنشريها دلوقتي دي، قسما بالله الصفحه دي بيتعمل فيها بلاغ، وهحط اللايف بتاعك اللي انت طالعاه دلوقتي ماشي، وانا عارفه انا بقول لك ايه. ويبقى يلا حصلي خرتيته بزه وحصلي النطع، فاهمه المحاضر. اما ايمان يا كدابه، ايمان لا ابتزتك، ولا ايمان قالت لك هفضحك، ولا ايمان قالت هطلع فويسات، ولا ايمان الكلام ده كله. انت واحده كدابه. ايمان كانت ساعتها في العمره وعندها سلام نفسي، وانتوا عمالين برضو تذبحوا فيها، عمالين تذبحوا فيها علشان الفيو احنا كلنا شايفين، والفيو بتاعكم بيتصور قبل وبعد. اوعوا تفتكروا ان احنا كده قاعدين كده ايه قراطيس جوافه، لان انتوا الفيو بتاعكم اثناء لما بيكون مفيش مشاكل بيتصور لكل اللي في الحوار ده، واثناء لما بيكون في مشاكل بيتصور، وبنعرف الفرق ما بين وقت المشكله ووقت مفيش مشاكل. انتوا ناس كدابه، كلاب، انتوا كلاب فيو بجد، انتوا كلاب فيو قسما بالله. حوشوا جناحاتكم يا اختي منك ليه لا تعمونا يا كلاب الفيو. يا بت كلبة فيو يا بت، الفلوس اللي بتجيلكوا، الدولارات اللي بتجيلكوا هتموتكوا يخرب بيتكوا، ده انتوا ناس غريبه. اما بتدعي على الادمن ليه يا ماما؟ الادمن عملوا لك ايه يا زباله؟ على الاقل احنا مش بنمثل زيك يا زباله، احنا ناس بنطلع ندي في الوش من غير معلش يا زباله يا معفنه يا مصديه يا شحاته يا جعانه. يا بت ده انت كنتي جعانه يا بت، يا بنتي ده انت كنتي جعانه، كنتي شحاته على الجروبات. الادمن عملوا لك ايه؟ الادمن عملوا لك ايه؟ هو انت عشان ربنا اداكي خلاص هتشخي على الناس؟ لا، هنروق عليكي قسما بالله. احنا اللي سكتنا عنك المره اللي فاتت ايمان، وان ايمان قالت ان ايه خلاص ومش عارفه ايه وخلاص يا جدعان، سكتنا وكبرنا دماغنا منك.
اما ان انت تطلعي تكدبي. وانت فاكره يا بنت الفانزه عبط؟ اوعي 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 يغرك بتوع اجل يا سيدي اللي عندك، اللي هم ايه ماشيين وراكي دول. في فانز محترم، فانز بيفهم، فانز بيلقط الحركات، الفانز اللي عارف ان انتوا بتعملوا الافلام دي كلها عشان تروجوا لصفحاتكم، عايزين تدوسوا على الغلابه دول، تدوسوا على امان ودعاء، عايزين تدوسوا عليهم، فاكرين ان هم ملهمش ظهر، هم ليهم ربنا يحميهم، وعشان كده ربنا حاميهم منكم يا ام غل بقالهم كتير. ده انت واحده بغل يخرب بيت الغل اللي انت فيه. الغل ده الغل ده انت وكمان بتكدبي يا شيخه. خافي على الطرحه اللي انت لابساها يا شيخه، اتقي الله العمره اللي انت عملتيها يا شيخه. ده انتوا كرهتوا الواحد، انت عارفه امثالك بيكره الواحد في الحجاب لانك افاقه، افاقه مستخبيه ورا طرحه، افاقه مستخبيه ورا قال الله وقال الرسول، افاقه مستخبيه انا ما بردش اصل انا مش زيهم. لا يا بنتي يا كلبه انت اوسخ مننا، على الاقل يا بنتي يا كلبه احنا بندي في الوش من غير معلش، اما انت من الظهر، من الظهر خسه وندله وغل. تربيه شوارع، انت تربيه شوارع. ما انت لو تربيه حاجه نظيفه ما كنتيش هتبقي بغل كده، ما كنتيش هتبقي صرم كده. انت يا بنت صرم يخرب بيت صرمك، صرمك المدلدل ده يا بلعجر، صرمك المدلدل ده حوشيه عننا. عماله هاريه نفسك. ده هدنه ما خلاص يا اختي، هي اتصالحت مع ملكه بريطانيا، اتصالحت مع ملكه بريطانيا العظمى. ما كنتيش، ده انت كنت يا بنت شحاته يا بنت، ده انت كنت يا بنت بتطلعي بنتك وراكي عشان تشحتي فيو. على الاقل هي ايمان ما عملتش كده. ايمان كل غلطه حياتها ان هي ردت على الاوساخ اللي زيكم. ايمان كل غلطه حياتها ان هي طلعت حياتها على العام، ان خلت حياتها مشاعل الزباله اللي زيكم. ايمان دي كل غلطه حياتها. الله يرحم يا بت دندشه يا بت، الله يرحم دندشه يا بت. تنسيش نفسك، مش لمجرد ان انت شويه اللبس اللي بيجالكوا شحاته دوت لبستيه خلاص. ده انت يا بت حتى نصابه يا بت. ادي للولايه اللي انت خدتي منها فلوس اللي ابنها عيان وما اديتهاش شغل وطلعتي قلتي والكلام ده كله متسجل. على الاقل ايمان ما بتعملش كده، ايمان بترحم الناس. ايمان ودعاء انا حبيتهم لاني شفت في قلوبهم رحمه، شفت في قلوبهم، وشفت من وانا في الادمن عندهم، وشفت كلامهم مع الناس، شفت في قلوبهم رحمه. اللي بتيجي تقول لهم مش عارفه اللايف فيه مشكله او حصل، بيعيدوا الشغل مره واتنين، ما عندهمش مشكله، في قلوبهم رحمه. مش انتي خدتي فلوس من الواحده وطلعتي بمنتهى البجاحه تقولي انا خدت اصل هي مش عارفه عملت لي. اخدتيها ايه؟ حق مكتسب. ان كانت ايمان وحشه وبتقولي عليها شرشوحه فانتي ام الشراشيح. ان كانت ايمان فيها عيب على الاقل العيب بتاعها واضح. اما اللي زيك اللي مستخبين ورا عبايه الدين اوسخ وانيل. انت اللي زيك بيضللوا الناس تحت اسم ومسمى الدين، اللي زيك زي الارهابيين بالظبط يا بت. انت يا بت انت تربيه ارهابيين باين عليكي، انت شبه الارهابيين بالظبط. انا مش عارفه الحكومه ساكته على امثالك ليه، الحكومه ساكته على واحده زيك ليه؟ انت اصلا معروف ان جوزك ده كان في قضيه قبل كده تبع الاخوان. فاللي زيك يا بت، اللي زيك يا بت بيستخبوا ورا عبايه الدين، بيستخبوا كده ويقعدوا يعملوا ويمثلوا علشان يكتسبوا تعاطف. انت واحده بتقعدي تمثلي عشان تكسبي تعاطف. واقولها لك تاني، يا رب يا رب بحقة كل حاجه حلوه الواحد بيعملها في الحياه، وبحقة كل صلاه الواحد بيصليها، يا رب كل دعوه دعيتيها على الادامن تترد في قلبك. انت في ملايكه بتقولك ولكي بمثل ما دعيتي. كونك ان انت تكذبي وتمثلي على الناس دي حاجه، لكن مش هتعرفي تمثلي على ربنا. ربنا ما بيعرفش يمثل عليه، هو ربنا هتعرفي تمثلي عليه. وان انت اصلا ورا حوارات كتير واحنا عارفين ومتاكدين من كده. ايمان هددتك يا كذابه، اطلعي بتهديدها يا وليه، يا وليه ده انت كذابه يخرب بيت كدبك. ولا اصل انا وقفت عشان الشرشحه، لا انت وقفتي عشان اتحطيتي مع بزو في كاميرا واحده، اتحطيتي مع بزو في مكان واحد، وانت عارفه يعني ايه خرتيته بزو، النصابه بتاعت فراس العراقي، الزباله ماشي، اللي فضايحها ماليه السوشيال ميديا. خرتيته بزو اللي معمول لها قواضي من طوب الارض، سب وقذف وتشهير. خرتيته بزو اللي كانت بتبعت صورها للعراقي. سيبك انت من كل اللي بيتقال ان هو هي ما عملتش. عندنا عينين وودنين بنسمع بيهم ماشي. انت عملتي ساعتها هدنه بحجه ان انت تطلعي بايه، بمنظر. لقيتي ان ايمان كوشت على كل الفانز،
فقلتي لا بقى لا.